بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كي راكم دايرين بنياتي خواتاتي امهاتي؟ ان شاء الله كامل راكم بخير. توحشتكم من الفيديو اللي فات. ان شاء الله اليوم قناة طياب منا راح تشارك معكم وصفة بسكرية مشهورة عند ناس بسكرة، وهي وصفة الدبارة. نبداو على بركة الله. اول حاجه بديت بها شريت رطل تاع فول يابس، غسلته شللته مليح من التراب، من هذاك الغبره، من هذاك المطارق اللي يجو فيه. نقيته مليح وبيته ليله كامله تشمخ. مع الصباح راني عاود شللته وغسلته من هذاك الماء اللي بات فيه. شوفوا كي راني نشلل فيه، شوفوا الحبه كيف تشمخت، وهذيك الحبه كي تشمخت مليح تفلقت من هذيك القشره تاعها. درك هنايا حطيتها في الكيكوطه، زدت عليه الماء نقي، وزدت نص حبه قارص. هذا القارص يقلع عنا هذيك الكحوليه تاع الفول باه ما يجيناش كحل. وزدت معاه نص جوا حار. هنايا نفس الطريقه اللي درتها مع الفول درتها مع الحمص. تاني راني جبت نص كيلو حمص، بيته في الماء شمخته، ومع الصباح عاود شللته من هذاك الماء تاعه وزدت له الماء نقي، وزدته زوج وريقات رند وزوج حبات ثوم. الثوم هذاك يقلع له الريحه تاعه كي يولي يطيب. وزدت مغرف صغيره كمون. تبعوا كاع هذه المراحل تجيكم الدباره الاصليه تاع بسكره. وكما راكم تشوفوا راني خلطتها مليح، وزدت ثاني نص جوا حار، ودرك نحطهم فوق النار ونخليهم يطيبوا. من بعد كي ولا هذاك الماء يطبخ تاع الفول والحمص، راني نقلع له في ذيك الرغوه. هاد الرغوه تجي بدنا تاعها في الماء هذاك تاع الفول والحمص ماشي شابه، وما ديروش بيكربونات، وما ديروش الخميره تاع الكاطو، لاخاطش البنه تاعها ماشي مليحه، شمخوه يجيكم شباب. وهنايا راني زدت كي طاب لي الفول راني زدت مغرف صغيره تاع ملح، وزدت مغرف صغيره تاع كمون، ونخليه يطيب حوالي 5 دقائق باه الملح يدخل في هذاك الفول. شوفوا الفول كي جا داير، وشوفوه كي طاب، جا ما شاء الله طايب زبده، وما درت له لا كربونات ما درت له خميره تاع كاطو. وخرته بجهه، بلعت عليه وخرته بجهه. ودروك شوفوا الحمص الثاني راه يطيب. غادي نزيد له مغرف صغيره نتاع ملح، ونزدت له ثاني مغرف صغيره تاع كمون. نفس الطريقه اللي درتها مع الفول راني نديرها مع الحمص. دروك نقلع هذوك الوريقات تاع الرند اللي درتهم فيه. شوفوا تاني هنايا الحمص كيفاه طاب، شوفوا ولا زبده، وما جاتش الحبه مفلقه ولا جات الحبه القشره تاعها طايره، ولا جا طايب وصافي. هنايا نروحوا للمرحله الثانيه وهي الخلطه تاع الدباره. شوفوا هنايا جبت زوج حبات طوماطيس، قطعتهم في هذاك الطاس تاع الاشوار، وجبت ربطه صغيره تاع قزبر قطعيها كي من هكا شرائح صغيره، وجبت نص حبه حار. شوفوا كيفاش راني نقطع فيه. اللي هذا السر تاع هذه الدباره تجي حاره. هنايا عندي لي زيبيس، عندي فلفله حمراء حاره، وعندي حبه الحلاوه، عندي فلفله حمراء حلوه، عندي قزبر مطحون، عندي كرويه والملح، وهذا زوج قرون فلفل قناوه ولا فلفل دريس كما يسموها، كل واحد كيف يسميها. وزدت هنايا مغرف ونص طوماطيس تاع قوطي، وهنايا زدت مغرف كبيره تاع هريسه. قلت لكم السر تاعها هو الحار، يليق تجي هذا الدرسه تاعها تجي حاره. هنايا حبيباتي زدت نص كاس تاع لاتاي زيت زيتون، واللي ما تحب الزيت زيتون دير زيت الماكله، بصح تجي شابه وتجي البنه تاعها هايله بزيت زيتون. هنايا زيدي عصري نص حبه نتاع قارص. انايا الحبه تاع القارص جاتني صغيره درت حبه كامله. نتوما الا كان عندكم القارص كبير ديروا حبه غير نص حبه. هنا حبيبتي غادي نطحنهم كما راكي تشوفي. هنا كي ترحاو ليه مليح
شوفوا هذيك لاص تاعها كي جات الدرسه هذه جات ثقيله، راني نصفي فيها ونحط فيها من هذوك الحواشي تاع الطاس. زدت لها نص كاس تاع ماء. نتوما شوفوا القوام تاع هذيك الدرسه هذيك، الا كانت ثقيله بزاف بزاف زيدوا لها الماء، عينكم هي ميزانكم. درك هنايا راني فرغتها في هذه الغرفيه الصغيره، وراني دروك كملت المرحله الاولى. دروك هنا نجو للمرحله الثانيه والتزيين. نفس الطريقه اللي خدمت بها هذيك الدرسه اللي طحنتها، راني قطعتها مرصوات صغار ووخرتها بجهه هنايا، وكما راكم تشوفوا راني موجدتها هنايا باه نحطها للتزيين. هنايا في صحن التقديم حطيت 2 مغارف كبار من هذيك لاصوص ولا الدرسه اللي راني طاحنتها، وكما راكم تشوفوا راني نحط في الفول به بالماء تاعه، وكما راكم ثاني تشوفوا راني نحط في الحمص به بالماء تاعه. فرغيه مع الفول، حطيه زيدي على حسب الصحن اللي راه عندك عمريه. كما انا هذا الصحن غادي نحطه لزوج تاعي. ودروك حركي مليح هذا الحمص والفول، دخليهم كاع في بعضهم مع هذيك الدرسه، وزيدي شويه زيت زيتون. قلت لك اللي ما تبغوش زيت الزيتون ديروا زيت تاع الماكله، بصح صراحه ما تجيش بنينه. كي حركت مليح وخلطتهم كاع مليح مليح، راني ندير في التزيين. درت هنايا حب شويه طوماطيس تاع الحب هذيك مقطعه رقيق، ودرت شويه فلفل حار ثاني مقطع رقيق، وزدت القزبر ثاني مقطع رقيق كما راكم تشوفوا. وراني هنايا نرش بشويه كمون كما راكم تشوفوا. وزدت ثاني انا الزوج تاعي يبغي زيت زيتون، وزدت له شويه زيت زيتون، وانا راني نزين فيها هكا ونوجد فيه، وهو راه قاعد يقارع معايا باه نحط له. شوفوا حبيباتي كي جات دايره. شوفوا هذيك لاصوص كي جات ثقيله، والبنه ما عندي ما نقول لكم، والحمص طايب، الفول طايب ما شاء الله. تشوفوا هنايا كي راني نوريلكم فيها التزيين تاعها، وهاني درك راني حطيتها لزوجي وراه دالكم السلام. الوصفه تاع اليوم راها واجده، وراني اليوم ديتكم ضياف البسكره وشتوا الاكلات تاعهم المفضله والتقليديه اللي مسميه عليهم. وان شاء الله الخطره الجايه نشوفوا نروحوا لكاش ولايه واحده اخرى ولا دوله واحده اخرى ولا. المهم حبيباتي نشكركم بزاف ونقول لكم ربي يخليكم ان شاء الله ليا قناتكم، وحنا ان شاء الله اسره واحده وتكبر بكم. المشتركات الجدد نقول لهم مرحبا بكم، والقدم نقول لهم داركم، ونقول لكم تهلاو في رواحكم ومع السلامه.